ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل مسقعه. هنعملها بطريقه سهله وسريعه كده. عايزه اقول لكم بجد طلعوا شويه مسقعه تحفه. يعني الحاجه كده لما بنديها حقها كده في الطبخ يعني او في الشغل بتلاقوها طلعت حلوه قوي. يعني معايا بدنجان، ونقي البدنجانيه الخفيفه كده اللي هي بتبقى سودة، يعني بتبقى غامقه كده. بس هو البدنجان الايام دي بجد حلو قوي. هتلاقوه ابيض كده من جوه بجد، لا حلو جدا. وبتلاقوها طريه كده وحلوه. بس احنا في العادي لما نيجي ننقي البدنجان ننقيها خفيفه وننقيها سودا، ما ننقيهاش بقى ايه اللي هي تبقى لونها مثلا جايه على موف شويه كده، لا بتلاقوها مرره. لكن تنقوها هي كلها سودا كده بتلاقوها بقى بجد طعمها بيبقى حلو قوي. وبتبقى خفيفه شويه مش تقيله، لان التقيله دي بتلاقوها مبزره من جوه. لكن هو الايام دي حلو يعني. بس هقطعه بقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، الطريقه العاديه بقى. بس بقطعه تقيل شويه. يعني بقطع السمك تقيل شويه، لاني احمره في الاير فراير. بجد حلوه جدا، بس هي ايه مشكلتها؟ بتاخد وقت شويه. يعني عايزين نبدا كده في الغدا بتاعنا من بدري شويه. فبس هي حلوه. وغير ان هي ما بتستهلكش زيت كتير اصلا، يعني بزيت قليل جدا بنشتغل. وغير كده ان هي صحيه، يعني انتوا عارفين المسقعه دي كانت بتاخد كميه زيت مننا. لكن بجد في الاير فراير هي معلقتين زيت بس، احتاجناهم يعني. ولو كمان عندي اللي هو البخاخ بتاع الزيت ده برضو حلو بينفع، يعني ان شاء الله كده ايه هيقابلني ان شاء الله في مكان هجيبه ان شاء الله. هتلاقوه بجد حلو قوي بقى، بينفع قوي في الحاجات دي. حط ملح بقى بعد ما قطعت البدنجان. حط ملح عليه وسبته نص ساعة كده. وبعدين بصوا المية اللي نزلت منه، هشطفه بقى من الملح عشان ما يبقاش حادق. وارجع تاني اصفيه عشان ما يبقاش فيه مية برضو كتير. بس هحط عليه شوية من الزيت اهو، يعني معلقة معلقتين من الزيت. وابدأ بقى ارصه في القلاية. طيب لو مش هنقليه بقى بالطريقة دي، هنقليه في الزيت عادي برضه، هعمل فيه نفس الطريقة. يعني هشطفه من الملح، واسيبه يتصفى خالص من المية عشان ما يطرطش فيا. وبعدين اسخن الزيت شويه وانزل بقى بالبدنجان حمره بقى بطريقه ايه، الطريقه العاديه يعني. بس هنا والله حلو جدا. ومش تقيل، يعني الزيت مش كتير طبعا. فحلو قوي بجد وخفيف. وبقلب، يعني الحلو ان هي بنفتحها نقلب. لو بلاقي واحده اتنين اتحمروا بطلعهم بحط بدلهم كده يعني. فيعني هي برضو بتاخد وقت، لان انا لو بقلي في الزيت ما بيكملوش 10 دقايق اصلا ايه. الكيلو من البدنجان ما بيقعدش 10 دقايق. بنقليه بسرعة يعني. لكن هي بتاخد وقت شوية. بس مش مشكلة عشان الحاجة تبقى حلوة وصحية والزيت ما يبقاش كتير فيها. برضو والله بتبقى حلوة جدا في البطاطس المحمرة يعني، بس برضو بقطعها تقيلة شوية عشان ما تنشفش. كده انا حطيت ايه بقى، معلقتين من التوم وعليهم معلقة زيت وحمرتها خليتها دهبي كده التومية. والطماطم ضربتها في الخلاط وصفيتها. بس ونزلتها على التوم هسيبها تتسبك خالص. وبعد كده هحط ملح بس، مش هحط اي بهارات تانية. يعني المسقعة ما بتحتاجش بهارات ايه كتير، هو الملح بس، يعني محطيت لهاش اي حاجة تانية. بس ومعايا لحمة معصجة هحطها عليها. لو مش موجود عندي اصلا لحمة معصجة ممكن ايه اعصجها مع التوم. انا اصلا بحب اعصجها مع التوم في المسقعة بتبقى حلوة قوي. ولو مش حابين طبعا يعني لحمة مش لازم، فبتبقى حلوة اصلا من غير. بس حطيت كده الفلفل الحامي بقى دي اخر حاجة يعني. والبدنجان اهو اتحمر كله حلو، يعني تحميرها حلو والله مش وحشة. يعني لما نتعود عليها لا هنحبها، يعني حلوة قوي. بس غليت كده الصلصة حطيت عليها بس نص كوباية من المية وغليت. وبعد كده هنزل بالبدنجان عليها. بس واسيب الفلفل بقى اللي بيتحمر ده. احطه بقى يغلي على جزء كده، يعني هقسم المسقعة دي على جزئين. عشان ايه اللي بيحبها حامية يعني او سبايسي ياكل بقى براحته، واللي مش بيحبها ياكل برضو براحته، يعني هقسمها اتنين. بس والفلفل الرومي بيبقى تحفة بقى مع المسقعة. ممكن احط بطاطس برضو محمرة بتبقى حلوة قوي. بس انا بحبها كده، بحب المسقعة بالطريقة دي بس. يعني ما بحبش احط ايه البطاطس، بس هي بتبقى حلوة.
كده الفلفل اتحمر. بصوا بسرعة يعني ما خدش وقت لان هي كانت سخنة. انا بحط بقى ورق زبدة، بلف برضو الصينية دي بورق زبدة. بتساعد ان الحاجة اللي بحمرها ما تلزقش في الصينية يعني اللي بحمر عليها دي. بس جبت الطاجن الحلو ده واحط شوية بقى من المسقعة، هدخلها بقى ايه تحت الشواية. مش هنشفها برضو قوي، هيبقى اخلي فيها صوص كده عشان طبعا هناكلها بالعيش. فبرضو يبقى لازم يبقى فيها صوص كده عشان نعرف ايه ناكلها. يعني مسقعة النهاردة بالعيش، عايزة اقول لكم تحفة. هي بالرز برضو بتبقى حلوة بس انا بحبها بالعيش الصراحة. بس هي المسقعة يعني بالعيش بجد روعة. وتغيير بقى شوية عن الاكل العادي اللي بنعمله، رز ومش عارف ايه والحاجات دي ومكرونات. فمسقعة حلوة وبتأكل يعني. وغير ان البدنجان اصلا مفيد، يعني البدنجان من الحاجات المفيدة، كله حديد يعني. احط الفلفل الحامي بقى واغليه غلوة كده مع المسقعة بس، واحطه في طاجن كده تاني. بس كده يعني الموضوع سهل وبسيط. تحت الشواية بقى عشان ايه ما تاخدش وقت مننا وتنشف. حطيت بقى اللي هي بالفلفل الحامي في البايركس الصغنطوط ده. عايزه اقول لكم خدت بقى من طعم الفلفل، لا حلوه جدا. عايزه بقى كوبايه شاي بالنعناع كده وراها، يعني الموضوع حلو. بصوا طلعوا بقى من تحت الشوايه مع العيش، لا روعه. جربوا وقولوا لي رايكم. مع السلامه.